لو اخوك جه استلف منك فلوس ما تضيع، وانا اللي بقول لك. لو اختك جت خدت منك فلوس ما تضيها، وانا اللي بقول لك. علشان بعد كده هيقول لك انت هتمضي اخوك. امضي اخويا، حرص ولا تخون، وربنا اللي قال كده فاكتبوه. فصاحبنا ده ادى الامان وما كتبش حاجه، وصاحب المال خده. جه وقت السداد الراجل مش عاوز يسد، يطلبه مرة واثنين وثلاثة. صاحبنا اللي أخد الدين مش عاوز يسد. وده حال ناس كتير قوي من الناس يا جماعة، إن إحنا لما بنكون عاوزين حاجة من بعض أبعت له رسالة على الواتس ما بيردش. طب أما أرن عليه ما بيردش. طب هات يد تليفونك كده يمكن مش عاوز يرد من عندي. أرن عليه ما يردش. الساعة 12 بالليل. طب أما أنزل أركب عربيته وأروح أخبط على باب شقته ما يفتحش ليه الباب. بنبقى عاوزين نبوس أيادي بعض لو لينا حاجة عند بعض. طب نيجي وقت السداد اعكس الآية. صاحب الفلوس اللي له الفلوس يجي يرن على اللي عليه الفلوس ما يردش، يقول له هات ما يردش، يقعد يعاطل ويماطل ويباطل ويديله مواعيد ومش عاوز يدفع. وهو ده الواقع اللي احنا بنعيشه للأسف. فالراجل اللي له الدين اللي بيسلف الناس مات. فالزوجة لقت كده في الخصوصيات بتاعت زوجها اللي هو بيسلف الفلوس دفتر بينه وبين ربنا كده، كاتب فيه الحاجات اللي مخرجها من باب يعني ايه التذكرة والنسيان. اللي يجي له ويدفع يشطب على اسمه، ده بينه وبين نفسه، ده يعني ايه مش ممضيه على حاجة. فالزوجة لقت ان في مبلغ من المال عند فلان، فذهبت اليه وبتقول له يا فلان زوجي قبل ما يموت كان مديك مبلغ. ولا انا ما خدتش منه حاجه. ازاي؟ ده كاتب في الدفتر بتاعه انه مديك مبلغ كذا وكبير كمان، ده ترك اولاد يتامى. ولا انا ما خدتش منه حاجه. عندك اوراق، عندك مستندات اشتكيني بيها. للاسف معهاش، لان الراجل كان بيتعامل مع الله. الملك ملكه، المال ماله، الارض ارضه، العبيد عبيده، وكلنا الى الله راجعون. وهرجع واقول لك ده غلط. اشتكيته في المحكمة، القاضي معهوش أدلة يحكم بيها، فاضطر انه يلجأ للحكم الشرعي اللي مفيش غيره. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. انت يا ست بتدعي ان الراجل ده اخد من جوزك فلوس، وانت يا عم متهم. اللي عليك تجيبي بينة، واللي عليك انك تقسم بالله